ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده شيق جدا عن اغرب عاده هتلاقوها في روسيا. ان احنا هنروح دلوقتي يا جماعه للمقابر للميتين. ايوه هنروح للميتين، بس مش هنروح هنوزع حاجه على روح المرحوم زي ما بنعمل في مصر، لا، احنا هنروح زياره وهنقدم اكل وشرب وهننتظر انه ياكلها. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو انتم مهتمين، وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. ويلا بينا نشوف اليوم هيبقى عامل ازاي. يلا بينا مع بعض. واحنا حاليا وصلنا المقابر زي ما انتم شايفين، ودي شكل المقابر حوالينا. بس احنا لسه طبعا ما اتكلمناش عن اي حاجة عن العادات في روسيا وكل ده. لو انت مهتم تعرف اكتر كمل معانا الفيديو عشان هنحكي ونقول اساس العادات دي ايه، وكمان هوريكم بالتفصيل شكل المقابر بتكون عاملة ازاي في روسيا وبيعملوا ايه للميتين وازاي بيعزموا عليهم. ويلا بينا نشوف تكملة الفيديو مع بعض. واحنا اهو حاليا ماشيين في الطريق دي يا جماعه، احنا لسه في اول المقابر، احنا لسه ما دخلناش لجوه، احنا بس لسه من بره حاليا رايحين للمكان بتاع الميت اللي تبعنا. وزي ما انتم شايفين شكل الناس عامله ازاي، والمقابر كاننا في فيلم رعب بالظبط. الاشجار لان هم مدفونين في غابه، انتوا لو تاخدوا بالكم مدفونين في غابه. بس كل الناس جت وبدات تحضر في الاكل وبدات تقعد، واللي جايب ورد واللي جايب شموع. وده شكل الميتين يا جماعه، بصوا ده شكل الميتين، والترابيزات والكراسي دي علشان يقعدوا. والورد ده يدل ان الميت ما مات ملهوش فترة بعيدة. يعني لما يكون في ورد كتير على مكان الميت ده يدل ان هو مش ميت ملهوش فترة بعيدة. زي ما انتم شايفين الناس كلها عمالة تبدأ في الوليمة، لان ده بيعتبر يوم وليمة للميتين. يعني بيجوا كل العيلة يتجمعوا ويبدأوا يعملوا وليمة على روحهم، ولكن برضو بيدوهم أكل. احنا لسه ما شفناش بالتفصيل، احنا كل ده بس ماشيين على الطريق أثناء ما احنا رايحين المقابر. يعني احنا كل ده من بره، احنا لسه ما دخلناش من جوه. وزي ما انتم شايفين أحيانا بتلاقوا فيه سور حوالين المقابر، وأحيانا ما بتلاقوش، تلاقوا جسد الواحد بس محطوط وخلاص. شبه أفلام الرعب بالظبط يا جماعة، أنا مش بضحك والله. شبه احنا فعلا كنا في فيلم رعب، أنا كنت حاسة إن أنا في فيلم رعب فعلا. بمشي في جوه غابه وبنمشي وبنتحرك في الغابه، وزي ما انتم شايفين بالشكل ده. خليه اجري معاكم في الفيديو عشان نشوف بالظبط ايه اللي حصل لما وصلنا للميت بتاعنا، وايه العادات اللي لازم بيعملوها اول ما بيوصلوا، وكمان ايه اللي بيحطوه قدام الميت. وزي ما انتم شايفين احنا وصلنا للمكان للشخص المتوفي تبعنا. قعدنا على الكراسي اللي انا وريتها لكم وفرشنا وعملنا الوليمه بتاعتنا. والوليمه بتاعتنا على فكره يا جماعه مش حاجات غاليه، زي ما انتم شايفين عصاير وفانتا، وكمان في اليوم ده ما بيشربوش الكحول. وكمان يا جماعه كحولات. اكتر حاجه لازم يعملوها في اليوم ده هو ان كل حاجه هياكلوا منها يعزموا عليها على الميت. زي ما انتم شايفين هنديله حلويات. وانا حبيت اخد جولة علشان اوريكم شكل كل المتوفيين بيحطوهم بالشكل ازاي وبيعزموا عليهم ايه. المتوفي بتاعنا كان في ناس جت قبلنا فحطيت له حلويات زي ما انتم شايفين، كبرت لكم الصورة عشان اوريكم. وبرضه هوريكم باقي الناس، مش شرط ان انا هقف هنا، انا حبيت بس اوريكم ايه اللي بيحصل حواليا في الفترة في اليوم ده بالذات او في الوقت ده. زي ما انتم شايفين الشخص ده زارعين حواليه ورود، زارعين مش حاطين، ده زرع يا جماعه ورود. وبرده حاطينه وسط زي بتاع مقفول عليه خاص بيه، انما دول مش محطوطين وسط حاجه مقفول عليها. على فكره يا جماعه ده ما يدلش على انت غني او فقير، كلهم واحد. يعني بصوا هنا برضو زارعين له ورد ولكن محطوط مش جوه قفص، حاطين له عادي، ده ما يدلش على الفقر او الغنى. زي ما انتم شايفين بيبقى على الميت كاتبين الاسم او راسمين صوره كاتبين اسم الشخص وتوفى امتى ومات امتى واتولد امتى. بيبقى زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انا وريتكم عينتين، واحد مكتوب وواحد مرسوم. الرسمه بتبقى رسمه الشخص قبل ما يتوفى، ما ينفعش وهو صغير، لازم قبل ما يتوفى يكون مثلا قبلها بسنه، بس ما ينفعش يجيب صوره وهو طفل او مثلا هو شاب وهو ميت عجوز. عندهم هنا لازم حاجه معينه زي تقاليد او عادات لازم بيحترموها في الحاجات دي.
وطبعا زي ما انتم شايفين ان كل مكان في حواليه ترابيزه وكرسي. الترابيزه والكرسي ده علشان الميتين لما يجوا في اليوم ده، القرايب سوري، لما يجوا في اليوم ده يقعدوا على الكراسي دي ويعني يعملوا الوليمه بتاعتهم. وكمان لو حد عايز يزور ما بيبقاش وقافي، بيقعدوا يتكلموا معاهم. انا شفت ناس كانت قاعده بتتكلم مع اهلها. وعلى فكره لو تاخدوا بالكم ان مفيش مسافات بعيده ما بين الميتين، لو تاخدوا بالكم حته بس تقدر ان انت تمشي عليها برجلك، انما مفيش مسافات بعيده الطريقه اللي انا يعني اللي عندنا احنا ما فيش كده. لا هم عندهم هنا يعني المسافه قريبه جدا 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 من بعض. الميت ده قريب من الميت ده، الشخص ده قريب من الشخص ده. اللي بيفرقهم بس حاجه واحده، الاسم والصوره اللي انت بتحطها على الشخص من فوق. غير كده مفيش اي حاجه بتفرقهم عن بعض، لان بنفس الشكل زي ما انتم شايفين وبنفس الطريقه. بس بيحطوا علامه صليب او بيحطوا علامه من فوق كده بتبقى موجوده، هي علامه الصليب على الميتين. يعني ده برضو عادات وتقاليد عندهم ان بيحطوا العلامه دي. وعلى فكره يا جماعه بيدفنوهم جوه صندوق، وبعد بيحطوهم على بعد، انا لما سالت على بعد 2.5 متر تحت الارض بس. وبعدها بيدفنوهم. واللي من فوق ده مش الصناديق يا جماعه اللي بارزه، لا هم بيحطوا عليهم كميه تراب كبيره 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 عشان يبان ان المكان ده فيه شخص متوفي. انا هجري دلوقتي معاكم باقي الفيديو علشان برضو نشوف باقي الاماكن كانت عامله ازاي، مش بس الجزء ده. وكمان هنسال كام شخص عن العادات دي، ايه هي وايه اساسها وايه سببها، وهنسال كل ده وهوريكم. وطبعا هنزل الترجمه عشان تبقوا فاهمين، وهنشوف. وحبيت ان انا الف واشوف باقي الاماكن، مش شرط بس الشخص بتاعنا. وزي ما انتم شايفين انا بركز لكم دلوقتي على الست علشان اوريكم ان مش احنا بس اللي بنعمل العادات دي، انما كل الروس في اليوم ده كانوا بيحتفلوا بيوم الميتين عندهم. وزي ما انتم شايفين هنا مفيش فرق ما بين غني وفقير، ولكن اللي بيختلف حاجه واحده بس في طريقه دفنك للميت. وعلى فكره كلهم مدفونين جنب بعض يا جماعه، كلهم مدفونين حرفيا جنب بعض. يعني الشخص ده جنب مراته حط له صوره، وهكذا الشخص ده برضو بنفس الحال. وبيكتبوا تاريخ زي ما انا قلت لكم، تاريخ الوفاة وتاريخ الولادة، اتولد امتى وتوفى امتى، واسم الشخص، بحيث ان برضو اصحابه ما يتوهوش ما بين كترة الناس، لان هم حرفيا جنب بعض بطريقة. عايزه اقول لكم اني كنت تقريبا بمشي عليهم، يعني سوري انا اسفة بس تقريبا من كتر من مسافة قليلة جدا انا ما كنتش عارفة امشي ازاي، ما كنتش عارفة اتحرك ازاي ما بين الشجر وما بين الناس. هنا شخص متوفي ليه فترة كبيرة جدا 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 لدرجة ان مفيش اي حاجة تدل عليه. وهنا متوفي ان هم حاطين له كراسي مزوقينها وعاملين، وحاطين له ازازة مية. لو تاخدوا بالكم سايبين ازازة المية دي مش نسيوها، لا دي سايبينها عن قصد، يعني انا قلت لكم في اليوم ده بيحتفلوا بالشكل ده. زي ما انتم شايفين حتى الاطفال كمان بتحتفل باليوم ده، مش بس الكبار يعني اللي بييجوا يحتفلوا، لا كمان حتى الاطفال الصغيره. وهنا برضو سايبين ازازه ميه، حتى الاطفال الصغيره بيجي وبيحتفل في اليوم ده. وهنا حاطين لهم حطوا له، هنا حاطين له عصير، هنا حاطين له ميه زي ما انا قلت لكم، هنا حاطين له ورد، هنا برضو حاطين ورد. ولكن اللي حطوا ورد دول معناهم ان هم راحوا لسه هيجيبوا معاهم حاجه وجايين، فاهمين قصدي؟ لان هنا ما ينفعش انت تحط ورد وبس، هنا بتحط ورد ومعاه تكمله الاكل اللي انت هتاكله، لازم تحط له حاجه يعني كاحتراما ان هو موجود برضو يعني، فلازم انك تحط له حاجه. زي ما انتم شايفين في كميه كانت ناس كتير جدا في اليوم ده، كتير جدا 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 يعني حقيقي. ما كانش يوم واحد وناس واحده، لا 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 لا، الناس كانت كميه كبيره جدا. حتى اهي واحده عجوزه، ست عجوز تيتا يعني، جت هي واحفادها وبتظبط المكان، وانا سمعتها بتقول ازيك يا بابا وازيك يا ماما، وكانت بتتكلم معاهم كانها بتتكلم مع ناس عايشه، فاهمين ازاي؟ يعني انا بصراحه بستغرب ان هم يعني مش عارفه اقول لكم ازاي، بس انا بحسهم ان هم عايشين قوي، ان هم متخيلين ان الشخص في اليوم ده بيكون موجود. انا لسه طبعا ما اعرفش ولسه ما سالتش، ولكن انا بقول لكم اللي انا شايفاه. انا لسه طبعا هسال زي ما انا قلت لكم، هسال اشخاص كتير علشان نعرف الموضوع ده ايه اعتقادهم فيه، او ايه سبب ان هما بيعملوا. واليوم ده عندهم يوم مقدس يا جماعه، زي ما قلت لكم ما بيشربوش كحولات، ما بيروحوش اماكن محرمه. اليوم ده عندهم يوم مقدس جدا يعني، لو لازم يحترموه. Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why وعندهم يا جماعة في اليوم ده لازم كل العيلة تاكل وتشرب،
ما بنشربش كحولات، وبناكل كمان حاجات معينة. بناكل يا اما فواكه يا اما بناكل مخبوزات محشية، يا اما بكرنب، يعني يسلقوا كرنب ويحشوها معاهم بصل، يا اما بطاطس بصل، يعني يحشوا المخبوزات، هي مخبوزات مخصوصة لليوم ده، ما ينفعش تاكل اي حاجة تاني. وفي البيت لما يروحوا لازم ياكلوا حاجات معينة برضو، ياكلوا لحمة مشوية او فراخ مشوية. دي برضو عندهم من التقاليد والعادات في اليوم ده، ان ياكلوا فراخ مشوية او لحمة مشوية، انما ما بياكلوش اي حاجة مسلوقة في اليوم ده، لازم كله مشوي. وكمان عندهم ان في اليوم ده لازم الكل يتجمع والكل ياكل، لو ما اكلتش كأنك مش بتحترم الميت بتاعهم او مش بتحترم اليوم. وطبعا احنا مرحناش لمكان واحد، ده كان مكان تاني. زي ما انتم شايفين بيكون بالشكل ده. طبعا الميتين اللي عندهم مش موجودين في مكان واحد، بيكونوا في اكتر من مكان، فده بيكون شكل مكان تاني بيبقى ليه بوابة. ده مختلف، بس البوابة ما بتتقفلش، بتفضل مفتوحة على طول. ده بيكون ليه بوابة، وشكل الناس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وقلت لكم يا جماعة لو الورد كتير على المقابر ده يدل ان المتوفي مش ميت ليه فترة، ميت ليه سنة ليه سنتين، لكن ما بيعديش السنتين. لو عدى السنتين بيشيلوا الورد ويبدأوا يعملوا له نفس الطقس ده كل يوم. انما لو عنده لو ميت ليه سنة او سنتين ما بيعملوش الطقس ده. ليه؟ لان بيبقى حرام ان انت تروح له قبل ما يتم سنة او قبل ما يتم سنة ونص. ده يعني اكتر حاجة عندهم ما بيعملوهاش وبيحترموها جدا. زي ما انتم شايفين انا حبيت اوريكم المكان التاني للمقابر بيبقى شكله عامل ازاي. بيبقى بالشكل ده، بس ده مختلف شوية، ما بيبقاش في غابة، ده بيبقى في مكان مخصوص عاملينه. وصحيح يا جماعة بالنسبة اللي هو بفلوس ولا ببلاش، كل ده هنحكي عنه في اخر الفيديو، وهنتكلم عن الاعداد نفسها، وهنتكلم على كل ده هكلمكم عليه اخر الفيديو، وهوضح لكم كل اللي انا عرفته، وكمان هقول لكم كل اللي اتقال لي في اليوم ده عن العادات وعن الارض، هل ببلاش ولا بيشتروها ولا كل ده انا هوضح لكم ايه اللي بيحصل فيه. طبعا هنا في جات ناس واديت لهم اكل واديت له شرب واديت له زي ما انتم شايفين. انا وريت لكم حاطين له ميه وطبق. وطبعا في ناس كتير كانوا في المكان، مش انا بس ولا الناس اللي تبعي بس، لا احنا كنا ناس كتير جدا، واطفال زي ما انتم شايفين بتيجي هنا كل سنة تحتفل او تزور تيتا او جد وتاكل معاهم كمان. يعني الطفل بيكون عارف من هو صغير لازم ياكل مع تيتا وجده، مش بس بيحتفل بوجوده، لا وكمان بياكل ويشرب مع تيتا وجده. انتظروا معايا لاخر فيديو عشان تعرفوا ايه اللي حصل، وهكمل لكم بالتفصيل ايه اللي بيعملوه. وكمان هوريكم في الفيديو ده عن العادات اللي بيعملوها في المكان ده، كل مكان وليه عاداته. دي كانت قرية تانية، انا هوريكم دلوقتي ايه اللي بيعملوه في القرية دي غير القرية التانية اللي احنا كنا فيها، وغير المقابر الشكل التاني. خليكم معايا عشان تعرفوا اخر الفيديو ايه اللي حصل. وزي ما انتم شايفين هما بيبدأوا حاليا ان هما ينظفوا مكان الميتين. يعني عندهم بيبقى اليوم ده يوم ان انت بتنظف قبره وبتنظف مكانه، وما بتخليش فيه زرع موجود غير لو فيه ورد طبعا طالع. انما لو زرع بالشكل ده هما بيشيلوه علشان تبقى الارض او مقبرة الشخص جميلة وما فيهاش اي زرع، لان الزرع ما عندهم مش لطيف، خصوصا لو مش ورد، يعني كزارع بس عندهم مش مقبول ومش مستحسن يعني. ولازم تبقى بالشكل اللي انت شايفينه ده. جنبي كان في مقبرة فانا حبيت اوريكم عليها طبعا. بس بيفضلوا ان هم ينظفوا في كل مقبرة. طبعا في المقبرة دي احنا لينا كان 5 اشخاص، هنروح لل5 اشخاص وهنبدأ ننظف، وبعدها هنبدأ نحط لهم اكل زي ما عملنا برضو هناك وحطينا لهم اكل.
ما وعدتكم وقلت لكم ان انا هسأل في موضوع العادات وايه سبب وجود العادات دي عندهم، او ايه سبب ان هم بيحطوا لهم اكل على المكان المتوفي. هل بيعتقدوا في الحياة والبعث؟ حقيقي انا كان موضوع فعلا شاغلني جدا، وكنت حابة اعرف ايه سبب وجود الحاجات اللي بيعملوها. عشان كده حبيت ان انا اسأله، فعلا سألت لقيت الرد بسيط جدا، ان دي عادات بيعملوها لتذكار الميت، ولكن كل الروس بيعملوها، مش شخص واحد ولا اتنين ولا تلاتة، لا كلهم بيعملوها علشان يتذكروا الميت ويتذكروا وجوده في حياتهم علشان ما يتنسيش. يعني ده اللي انا فهمته منهم، ان هو كل ده بيتعمل بس علشان يتذكروه وما ينسوش. ان هم بيحطوا اكل وشرب ليه، فده مش اعتقاد في الحياة والبعث يا جماعة زي ما انا كنت متخيلة. لا، هم بس بيحطوا اكل وشرب كأني بيحترموا الميت زي ما احنا بناكل، احنا كمان هنديك من اللي احنا بناكله. هم عارفين ان هو لا هيطلع ولا هياكل، ولكن مجرد احترام لليوم واحتراما للميت ان هو معاهم، بس مش أكتر. والاحتفال ده يا جماعة بيكون كل سنة في شهر يونيو، شهر 6. بيكون مرة يوم واحد، وده لكن بيختلف اليوم من سنة لأخرى. عشان كده ما اقدرش احددكم يوم. هو الاحتفال عندنا كان يوم 20 يوم حد، ولكن اللي انا فهمته ان هو كل يوم بيختلف، كل سنة بيختلف الاحتفال حسب اليوم، ولكن هو بيكون في شهر 6. ولكن يوم كان بالظبط ما نقدرش ان احنا نحدد دلوقتي، كل شوية بيختلف اليوم بس. ودي كانت عادات الروس، ان هم ييجوا للمقابر وكمان يحطوا لهم اكل. ده ما كانش اعتقاد للحياة والبحث، ولكن تذكار للمتوفين اللي عندهم، وتذكار لأجدادهم وناسهم، وان هم ما ينسوهمش. وهم كمان عايزين يوصلوا الفكرة دي لأحفادهم، لا أكتر ولا أقل. هو ده الموضوع كله يا جماعة، بس كده. اما يا جماعه بالنسبه للارض اللي بيدفنوا فيها الميتين، الارض دي مش بتكون في فلوس، الارض دي بتكون ببلاش. ايه اللي بيحصل او ازاي بتحصل؟ ده بيختلف ما بين اللي ساكن في المدينه واللي ساكن في قريه، لان اللي ساكن في قريه الدوله او الحكومه بتحدد ليهم جزء معين للقريه كلها، وهم بالتراضي بيبداوا يوسعوهم على نفسهم. اما بالنسبه للمدينه فالمدينه تختلف تماما يا جماعه. ليه؟ لان هم لازم يشتركوا زي في حاجه اشتراك على موقع يعني، ويدخلوا يشتركوا، والدولة بعدين بتحدد لهم المكان اللي يدفنوا فيه الميت، او للعيلة بتاعتهم بيحددوا فين يدفنوا الميت، او للعيلة كلها فين الارض بتاعتهم اللي هتكون موجودة. وبس كده، وبكده يكون خلص فيديو معانا النهاردة. احنا حاليا مروحين خلاص، كده انتهينا. احنا بنقعد في الوقت ده ما بين الساعة والنص ساعة وبس، وبعدها بنروح. لو انت عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. ولو انت حابب تعرف اكتر عن الحياة في روسيا واغرب العادات والتقاليد اللي ممكن تلاقيها في روسيا، ما تنساش برضه تشترك في القناة، لاني هنزل كل ده بالتفصيل. وكمان لو انت حابب تسافر روسيا او حابب تدرس في روسيا سياحة او دراسة، ما تنساش تتواصل معانا على صفحة الدراسة في روسيا مكتب لاتانيا. هسيب الصفحة تحت في اللينك، ما تنساش تدخل وتعمل اشتراك. وكمان لو انت حابب تعرف وصفات روسية اكتر والطبخ في روسيا وايه الاكلات الشعبية اللي عندهم، ما تنساش تعمل اشتراك للصفحة على الفيسبوك اكلات روسية مع مونيكا. فيديو النهاردة خلص، بس هرجع واقول لكم لو انت عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان تكون دايما معانا بكل جديد. كانت معكم مونيكا، بكا بكا.